الفيديو اللي الناس كلها بتسالني عنه، هل الدعوات الدراسيه وقفت من الجامعات الروسيه ولا لا؟ طبعا هقرا لكم من التليفون لان انا كاتب والموضوع شويه طويل وعايزكم تفهموا وتركزوا شويه في الموضوع. تم اصدار قرار جديد من الهجره والحكومه الروسيه بوقف اصدار دعوات للطلاب العرب من جميع الجامعات الروسيه، والبلاد التي تم حظرها من الدخول الى الاراضي الروسيه مصر والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال واثيوبيا. طب ليه الحكومه الروسيه عملت كده؟ بسبب الهروب من الاراضي الروسيه الى فنلندا وبعد كده الى الاتحاد الاوروبي زي ايطاليا او المانيا وغيره وغيره. طيب السؤال اللي انا بساله كتير، الناس اللي مقدمه في الجامعات الروسيه ومستنيه الدعوات، هل الدعوات هتطلع لهم ولا لا؟ احنا سالنا الجامعات هنا في روسيا وقالوا ان الدعوات للناس اللي مقدمه الدعوات هتطلع لهم عادي جدا، مفيش اي مشكله. لكن لو في اي طالب هيقدم جديد مفيش اي جامعه في روسيا هتطلع له دعوات خالص لحين يصدر قرار جديد. يعني يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله في كلام ان ممكن مصر تتشال من الحظر بتاع الدعوات الدراسيه هنا في روسيا.